يا صباح الورد والفل والياسمين على عيون اجمل متابعين. عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا بقى، الفيديو النهارده هيبقى مختلف تماما. وده ليه؟ علشان خاطر اجمل ريفيوهات البنات عملوها لي وبعتوها لي في الفيديوهات. طبعا كتر الف خيرهم. انا مبسوطه ان هم مبسوطين وفرحانين. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. بصوا، الفيديو ده هيبقى من اوضه البنات. ليه يا ترى؟ ليه؟ بس قبل ما تعرفوا انا عامله ليه الفيديو من اوضه البنات، عايزاكي لو اول مره تشوفيني وعجبك محتوى قناتي تشتركي وتفعلي الجرس والكلام اللي انت عارفاه ده كله بقى، وتدوسي لايك وشير والكلام ده كله. ان شاء الله القناه تعجبك. يلا بينا نعرف احنا ليه هنصور من اوضه البنات النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو هيتكلم عن طابلوهات البركال الاسباني ديت. طبعا انا جبت مجموعه بسيطه كده عشان اجربها، عينه لقيتها في منتهى الجمال، تحفه. لدرجه ان انا خدت منها في بيتي لبناتي كمان. والبنات ما شاء الله اللي وصل لهم الطابلوهات المفروض ان هم عايزين يبيعوها، فهيخلوا منها جزء ليهم، لان بجد هي جميله جدا. وعايزه اقول لكم ان انا ما صورتهاش غير بعد ما اتغسلت اهي يا بنات، بعد ما اتغسلت كمان واتفرشت، حتى باينه ان هي يعني مكرمشه، ودخلتها على درجه حراره عاليه. تمام. دي الطابلوه الاسباني اللي انا ببيعه ب 210. تمام. هتقولي بقى بره اغلى ليه او كده؟ دي حسابات بتبقى خاصه بكل تاجر، مش عشان هو صغير ولا عشان هو خامته مش حلوه. مثلا ده 3 دي، التاني بركال، لا، كلها اشكال واحده وخامات واحده وكلها جميله جدا. بس ممكن يكون التاجر التاني بيصرف مصاريف اكتر، عماله اكتر، حاجه زي كده. لكن ديت مقاسها جميل، يعني في حدود 190 195 سنتي. المخده، بصوا انا مصوره لكم وانا لسه برتب الاوضه. المخده كبيره اهي. ان شاء الله البنات اللي خدوا الطابلوهات دي هيشتغلوا عليها. بصوا حتى الدفايات، يعني انا الحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني ما بحاولش ان انا ابيع لكم اي حاجه على الجروب بتاعي في الواتس او على القناه الا لما بكون مجرباها في بيتي، سواء من ملايات، دفايات، واتر بروف ما شاء الله. بصوا يعني دي حاجات مغسوله بقالها يعني كتير اهو. واتر بروف للخدديات، وعامله للمخدات اللي هي المراتب. فيعني ما شاء الله تاخدوا الحاجه بكل ثقه، ما تقلقوش خالص. مش قصه بيع وتجاره وكده، لا، انا لازم ابيع الحاجه اكون واثقه فيها وفي خامتها، ولو ما عجبتنيش وغسلتها وما عجبتنيش انا ما ببيعهاش. ف يعني اللي بيقول لك ليه عند بركه خيط الطابلوه ب 210 وبره ب 230 و250، دي حسابات تجار، انا ما اقدرش اتكلم فيها. هم ممكن يكون عندهم عماله كتير، انا ما عنديش عماله غير حاجه بسيطه. ممكن يكون بيدفعوا ايجار كبير، انا بدفع ايجار بسيط. فهي بس الفكره في كده. لكن ما شاء الله انا بوفر كل حاجه لكل البنات اللي بتبقى معايا على الجروبس الواتس، من كل مستلزمات الخياطه، من كل الاقمشه اللي هم عايزينها. حتى لو حاجه مش عندي انا شخصيا في المعرض ونازله، انا ما بنزلش غير مره واحده بس في الشهر. نازله، هي كتبت ورقه بعتتها لي على الواتس وحولت الفلوس، بنزل اجيب لها كل اللي هي عايزاه في المره دي. برضو للامانه انا ما بنزلش لحد مخصوص، علشان بس هي مره واحده في الشهر اللي بنزل فيها، بجيب حاجه المعرض وبجيب لكم حاجاتكم بالمره. فما بنزلش مخصوص لاي حد. اللي بيعوز حاجه بقى زياده بضطر اجيبها هنا من جنب المعرض، بتبقى طبعا في المحلات العاديه بتبقى اغلى شويه. لكن مبسوطه جدا جدا بكل البنات اللي خدت الطابلوهات وعجبتهم، والبنات اللي عملوها سواء بكرانيش او بدون كرانيش. هنزل لكم كل الصور على الفيديو دلوقتي تتفرجوا عليها. بالمناسبه الطابلوه ده بيفرش سرير حتى بيوصل ل 160. يعني هوريكم الصور اللي انا عاملاها على السرير بتاعي الكبير 160 ما شاء الله فريش. هسيبكم دلوقتي مع ريفيوهات البنات. متشكره جدا ليكم، وربنا يدوم المحبه والمعروف ما بيننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مؤقتا تنسيش اللايك، الشير والسبسكرايب، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشوفي البنات هتقول ايه. اتهبلت عليها، بس الخامه جميله والمنس جميل جدا والله العظيم، يعني ما شاء الله جميل. ده اول طابلوه
وده تاني طابلو من ولاء بركة خيط. ده تالت طابلو، تاني طابلو من ولاء بركة خيط. ادي تاني طابلو، وادي تالت طابلو. كل ده من عندي ولاء بركة خيط. ما شاء الله والله العظيم الطبيعي احلى من صور بكتير. ما شاء الله يا ولاء، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة الصراحة، حاجة تحفة، حاجة جميلة ما شاء الله، والملمس جميل والخامة حلوة، حاجة يعني حاجة نظيفة. انا اساسا جايباهم لزباين طلبوهم لما نزلت الصور بتاعتهم. بقى شكل كده هاخد منهم طقمين 3، لان انا الصراحه لو ما خدتش منهم مش هعرف اعوضهم تاني. انا لو ما خدتش منهم ما اعرفش اعوضهم تاني الصراحه. ولا جابت لي كيلو استك جميل، كل ده من عند بركه خيط. والفل ده طلبت الاوردر والله جالي امبارح، يعني ما خدش يوم وليله بالظبط، والحاجات جات لي امبارح. وانا بشكرك يا ولاء على الحاجه بتاعتك ما شاء الله. وبتدهوني ب 210، انا خدته ب 210. انا سائله عليه جملته 230، يعني ما شاء الله، يعني بتراعي ربنا وبتتقي الله في الحاجه. ما شاء الله يا ولاء بركه خيط. الصراحه انا محظوظه بمعرفتك والله العظيم، انا محظوظه بمعرفتك والله يا ولاء.